طموح الإمارات بتوسيع نفوذها في اليمن وصولا إلى الحدود السعودية والعمانية يصطدم بالخطوط السعودية الحمر. هذا ما تكشف عنه الضربة الجوية السعودية على السفينتين الإماراتيتين المحملتين بالأسلحة والعربات الثقيلة في ميناء المكلا بحضرموت. ضربة تأتي بعد أسابيع من سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على المحافظة النفطية والاستراتيجية شرق اليمن، ما ينقل الصراع الضمني بين الدولتين الخليجيتين إلى اشتباك مباشر ومكشوف على النفوذ والقرار في اليمن. من المؤسف أن تتحول حضرموت إلى ساحة للصراع، أن يسقط الدم اليمني وأن تحطم المصالح اليمنية سواء كان في الميناء أو غير الميناء، وأن تتحول حضرموت إلى مساحة للصراع الإماراتي والسعودي. كان كثير بالسعودية أن تقصف هذه السفن الإماراتية في ميناء الفقيرة. الهجوم الجوي السعودي أعقبه اتهام صريح ومباشر وجهه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من الرياض للإمارات بدعم تمرد المجلس الانتقالي، معلنا إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك معها، ومطالبا أبو ظبي بسحب قواتها خلال 24 ساعة، وهو ما رفضه 4 من أعضاء المجلس. دولة الإمارات العربية المتحدة دورها أصبح للأسف موجها ضد أبناء شعبنا العظيم في دعم صريح للتمرد وإذكاء للفتن الداخلية بما يهدد أمننا واستقرارنا وتماسك مؤسساتنا ووحدتنا. الخارجية السعودية صعدت بدورها تجاه الإمارات متهمة إياها بالضغط على المجلس الانتقالي لدفع قواته إلى الحدود الجنوبية للمملكة، معتبرة تلك التحركات تهديدا لأمنها الوطني وأمن واستقرار اليمن والمنطقة، مؤكدة أن الأمن الوطني خط أحمر وأن دعم المملكة للعليم ثابت، مشددة على أهمية استجابة الإمارات لطلبه سحب قواتها العسكرية خلال 24 ساعة المقبلة وإيقاف أي دعم لأي طرف داخل اليمن. شرق اليمن يفجر الصراع بين السعودية والإمارات ويخرج المواجهة بين الجانبين إلى العلن، والمؤكد أن مرحلة ما بعد ضربة ميناء المكلا لن تكون كما قبلها. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.